نعم. معانا المستشار مرتضى منصور. مساء الخير يا سياده المستشار. مساء الخير يا دكتور توفيق، ازيك؟ انا دلوقتي يا سياده المستشار اي حد يجيب سيرتك ما تروحش ترد عليه في اي قناه. تيجي هنا. لا بص يا دكتور، عايز اقول لك حاجه. تيجي هنا اولا انا هضربه بالجزمه، ثانيا انت تيجي هنا ترد عليه براحتك 5 ساعات 4 ساعات 6 ساعات اللي يريحك. دكتور وحياه امي الغاليه لا اقفل موقع اليوم السابع، وحياه امي الغاليه لا الغي رخصه اليوم السابع. هو مالوش رخصه اصلا. وعايز اقول للاخ ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بدل ما انت قاعد كل شويه تدافع عن ده يمين وشمال، اقرا بزقات اليوم السابع عن شخص محترم غصب عنك اسمه مرتضى منصور يا ضياء. لانك انت لو نقيب صحفيين حقيقي، لو انا نقيب محامين ولقيت محامي فاسد ابتره. الولد اللي عمال يقل ادبه والعيال الصايعه اللي معاه ديا، هو ناسي المكالمه اللي بينه وبين الواد عمرو بن ممدوح اسماعيل لما قال له ان سقط الشريف وامن الدوله عملوا الجرنان وانا متفق معاهم وهاجم شويه كده بس، يلا شويه هنعمل شويه هجوم بس عشان المصداقيه. عميل امن الدوله اللي بلغ عن خاله، كل اللي كتبه ده اقسم بالله العظيم ورقه تواليت في الزباله. ليه؟ لان مصر كلها عارفاه. يا اخي يا دكتور توفيق، ده انت في كل حديث تقول امك، فاكر انت؟ امي اللي عمل اللي سايب امه تحت كوبري لاغوص في الشرابيه، وبيقول له روح امك الست الكبيره نايمه تحت الكوبري مش لاقيه تاكل، يقول لهم اصل انا متجوز 2 ستات بصرف عليهم. اللي ملوش خير في امه هيبقى ليه خير فين يا استاذ توفيق؟ دكتور توفيق وحياه امه الغاليه تاني لا خليه يرجع تاني. ده يا راجل ده بلغ عن خاله جاب له اعدام. اللي بيعمله ده الواد لهطل واخد بالك ابو رياله، وبيهدد امبارح ما اعرفش اتكلم مين عندكم في قناه الفراعين، بيهدده ويقول له احنا اتفقنا انا والبت اللي تضرب عينها الحوله. حوله مين وبتاع يالا؟ مين يالا انت مين انت اصلا؟ انت دخلت ازاي؟ انت بقيت مذيع ازاي؟ انت بقيت صحفي ازاي؟ يا ضياء رشوان طهر نقابتك. يا ضياء رشوان انا كنت معاك اول امبارح قلت لك طهر نقابتك، لكن لما يا استاذ توفيق نبص نلاقي هو الاخ احمد شوبير قاعد في البيت ليه؟ وسودوا له قناه الحياه. عارف ليه؟ لانه استغل قناته في تصفيه حسابات شخصيه. ده اللي بيعمله. انا انتقدتك، قلت عليك بعض الوقائع مع المحترمه عزه في صدر البلد. لو انت راجل كنت ترد عليا تقول لا ده ما حصلش ده ما حصل، لكن مسلط شات عيال صراصير ده مصر كلها بتضحك عليه. يا راجل مصر دلوقتي محتاجه الناس الكبيره مش العيال هطلع عملاء امن الدوله وعمال تنزل شتيمه ومنزل دكتور توفيق. انا بقعد اضحك طبعا لان الواد اهطل وعبيط يعني. منزل محادثه بين واحد وبيقول تانية معالي زايد. اقسم بالله العظيم انا بقول عليا انا الواحد ده اقسم بالله لم اتحدث مع معالي زايد دي في التليفون، ويمكن دي الفنانه الوحيده ست محترمه طبعا الوحيده اللي ما اعرفهاش وعمرها ما كانت موكله عندي. وحياه امك الغاليه اللي وحياه امك انا بقى اللي قدمت بلاغ للنائب العام عشان يشوف بصمه الصوت عشان اربيه. وبعدين منزل لي الجزء بتاع الواد المهرج الاراجوز اسمه باسم يوسف، ونسى انا عملت ايه من باسم يوسف مع احمد موسى؟ خليته هو وامه وابوه يلفوا حوالين نفسهم، ومن يومها جزمه في بقه ما يقدرش باسم يوسف ينطق باسمه مرتضى منصور. فشغل الهطل ده يا دكتور توفيق احنا عندنا معركه كبيره، عندنا معركه ضد الارهاب، عندنا معركه ضد الناس الخونه العملاء واخد بالك اللي الطابور الخامس طالع. العيال بتقول لك ايه؟ بتوع 6 ابريل هنعمل تجمع قدام مكتب مرتضى منصور يوم 28. طب بتوع بشالوش بقى جاي لكم 28 والراجل يجي ويتحمل مسؤوليه توفيق، وانت عارف بشالوش بتعمل ايه، وانت عارف من يوم 28 28 اغسطس الوقفه قدام مكتب مرتضى منصور لما كشفت البنت الخاينه اسماء واسراء واحمد ماهر والعفيفي. طب الراجل فيكوا يقرب من مكتبي ويتحمل مسؤوليه؟ لا، رجالتي بقى بتوع بشالوش ومضامر هم اللي جاي لكم في بيوتكم عشان يربوكوا بالجزم. اوعوا تفتكروا ان مرتضى منصور ده قطه كاوتش. مرتضى منصور ده راجل محترم الناس بتحبه وبتحترمه، انما حاله الهيجان اللي موجوده من امبارح على موقع اليوم السابع وجرنان اليوم السابع يقول لك اعلام المؤخرات. مؤخرات مين يالا عبيط يالا؟ مؤخرات مين؟ البت اللي بتدرب في الاون تي في ولا البت الثانيه؟ عيب، احترم نفسك، خليك محترم يا دكتور. النهارده انا شفت الاخ محمود سعد
بقاله طبعا فتره محتجب عشان الاخ البلدعي. فالمهم طالع النهارده يقول لك ايه، ازاي اسراء واسماء يروحوا نيابه امن الدوله؟ يا بابا يا ايه ده رئيس الجمهوريه الحالي والسابق في النيابه بيروحوا نيابه معاه. انت بتتكلم عن مين؟ انت بتتكلم عن آلهة محمود السعد. مين اسراء واسماء؟ عيال خونه سافروا اسرائيل عن طريق قطر مع احمد ماهر والعصابه ديت، والبلد هتتطهر يا محمود يا سعد، وهتتطهر منك انت كمان، لازم تتطهر من امثالك. النهارده عامل لي مهرجان في قناه النهار، ازاي اسراء واسماء هيروحوا النيابه؟ يا سلام، هم اكبر من نيابه؟ طب ما انت يا دكتور صفي رحت نيابه وانا مرتضى؟ ده انا رحت النيابه 400,000 مره. لا الاستاذ محمود سعد متضايق قوي وزعلان. اللي بياخد يا محمود ايه احنا كنا بنحبك في يوم من الايام، ما تدافعش عن باطل. البلد بتتطهر من كل الخونه يا محمود، البلد بتتطهر من كل اعلان على البلد يا اخويا روح له. قلت في اللي فيها البنت اللي اسمها دي مش بنت ناس، الاستاذ ريم ماجد اللي كانت عامله حوار مع الواد سامبو. طابور خامس. ده لسه يا دكتور صفي الولد اللي اسمه دومه ده ولا بومه ده اللي اعترف انه حرق المجمع العلمي وانه ضرب نار وخطف اعترف رسمي هو اللي براشي ياخد عفو. لا الطابور الخامس ده بالجزمه، الطابور والشعب هيضربهم بالجزمه وبيتغامر وبشالوش مستنيهم يوم 28 قدام مكتبه. الراجل فيهم وبيلبس بتاع يقرب من الشارع اللي فيه المكتب، اقسم بالله لا يتعلقوا قدام مصر كلها. ايه اللي قله الادب دي؟ عيال قبضت يا دكتور توفيق وكرعت فلوس ومش عايزين يهمدوا، والبلد بتتطهر. بلدنا يا استاذ توفيق، ده انت لسه بتقول المؤامره، لما 7 دول مخابراتها تجتمع لضرب مصر ودول عمالين يخربوا، يسكت العسكر، احنا ضد العسكر. عسكر ده جزمه العسكري المصري بدماغك انت وابوك، والله بدماغك انت وابوك. على الاقل ده واقف عشان يحميك. بلاش قله ادب وسفاله وتجرمه، واحنا مسامحين يا دكتور، ما بنخشش معارك مع عيال صغيره، لكن العيال الصغيره دي هيجي لهم بقى اللي هم هيربوهم. وبقول لكل شعب مصر، اي عيل صايع من 6 ابريل بتوع احمد ماهر يتكلم عن جيش مصر او ينزل في الشارع في طنطا في المنصوره في الصعيد في القاهره يضربوه بالجسم، لان دول بقالهم 5 سنين بيبيعوا مصر يا دكتور توفيق. وانت كشفتهم. وبقول للجيش من فضلك يا فريق السيسي، انت عندك تصاوير ليهم متصورين كلهم، اللي متصور في اوضاع مخله واللي متصوره مثلا ب60 نيله عليه وعلى اهلها. الشعب يشوف الكلام ده عشان ما نسمعش صوت الكلاب دول تاني، لان مصر كبيره يا دكتور توفيق، ومصر قدامنا مصر وبتلفظ لوحدها الخونه اللي موجودين دول، وكل فلاح مصري وكل صعيد مصري لو شفت عيل من عيال 6 ابريل دول او الاشتراكيين الثوريين اللي ما بيستحموش، واخد بالك، ولا الواد الزفت اللي اسمه وائل عباس اللي عمال يشتم الجيش المصري والشهداء وامهات الشهداء بالجزمه القديمه اللي في رجلك، لغايه ما يعرف ان البلد دي هتتطهر من كل الوسخات والقاذورات، ودول مكانهم اقرب صفيحه زباله يا دكتور توفيق. انا مش عايزك تشغل نفسك، وبشكرك على وقفتك، وبشكر كل الاعلاميين المحترمين اللي كلموني ورافضين هذه البذاءات بتاع الولد بتاع اليوم السابع. وبقول له انا وعدت شبيرها وعدت ناس كتير، واللي بقى دي بنفذها. بقول لك تاني وحياه امك لاقفل لك الضمان واقفل لك اليوم السابع، واقعد تبول في الجرنان اللي انت بتعمله ده يا ابني. ده واحد بيتبول وسخات، وفي النهايه هتعرف مين مرتضى منصور، وهربيك. وهقول للولد اللي اسمه ممدوح اسماعيل اللي هربان، اللي قتل 1200 واحد في العباره بره، هربان هو وابنه. احترموا نفسيكم، قتلتوا الناس وهربتوا وسبت واحد من يا دكتور توفيق. ده الولد ده عمل ايه؟ ده جاب الناس اللي هم اهل الضحايا يدي كل واحد 100,000 جنيه، وخدوا هم تعويض من بره ملايين الدولارات. يعني قتلوا الناس وتجروا في بيتهم وتجروا في دمهم. عيب احترم نفسك يا اخي، بس قرفانين منك. وبقول للاخ اللي مشغله ولا الشريك وده اسمه علاء الكحكي، علاء ده انذار اخير، انت موافق على السفلات اللي موجوده في الجرنان والموقع، مصيرك هيبقى مصيره بالظبط. يا دكتور في مصر في معركه اكبر من العيال الصغيره دي. مصر يا جماعه بتتعرض مظبوط تاريخها مظبوط، ما فيهاش رجاله ومكملين يا دكتور توفيق. انت عارف اللي بيحصل ده ليه؟ فلوس قطر
عميل قطر. ايوه فلوس قطر شغاله. الشيخة موزة. احنا بنكشف قطر واجرام موزة. وانا بقى بديك نفسي خبر لاول مره، انا بنتج مسلسل عن موزة اللي خربت العالم العربي. جبت تاريخ امها من ساعه ما اتولدت لغايه النهارده وكل فضيحه وجريمه، وهيتعمل المسلسل. وعايزين نحكي برضو قصه العمليه اللي في المستشفى بتاع لندن اللي بالك فيه، العمليه اللي بالك فيها اللي كانت في مستشفى لندن بالظبط كده. والمسلسل هينزل، وعايز اشوف بقى الولد عميل قطر اللي عامل حمله النهارده كلها قذورات ووسخات على مرتضى منصور، يقول لك اعلام المؤخرات جزمتي اشرف منك يا عميل امن الدوله، جزمتي اشرف منك يا اللي رام امك تحت الكوبري، جزمتي اشرف منك. لانك للاسف الشديد كل الناس عارفه مين بتاع عجب ده اللي كانوا عاملين له اسمه موسى صبري كاتب عنه اسمه ايه، محفوظ عجب. محفوظ عجب ده انت العن من محفوظ عجب. اوعى تفتكر الفلوس اللي معاك دي ومساهم في اليوم السابع ومساهم مش عارف قناه ايه ومنين الفلوس دي، هترجع شحات تاني. عارف ليه؟ لانك افتريت. وانا عايز اديك مثل بس صغير يا دكتور توفيق. نعم. ولد لاعب في نادي الزمالك كان احسن لاعب في نادي الزمالك. مين؟ ضرب ولد وانا مش هقول اسمه عشان غلط. ضرب ابوه بالقلم. خلاص؟ من يومها هذا الولد لم تقوم له قائمه. اللي سايب امه نايمه تحت الكوبري لم تقوم له قائمه. لان احنا ناس اتعلمنا في الفلاحين وفي الصعيد زي ما ربنا قال والدين احسانا امك ثم امك ثم امك. اللي بيعمل كده مع امه نهايته صفيحه زباله، والدنيا واخداك وفرحان ولابس الساعه بتاع والالماس وتقعد تعمل ايدك كده يمين وشمال زي ما انا قلت بقى ست عزه. وبعض الناس زعلوا، لا في ناس قلات الادب. ايوه في حزب اسمه العجله ده القديم قوي، وحزب اسمه الدبله اللي بادئ جديد. واخد بالك؟ هذه الاحزاب الحقيره اللي ربنا كمان حرمها في القرآن الكريم لازم مصر تتطهر منها يا دكتور توفيق. نعم نعم. في الاخر انا بشكرك على موقفك وبشكر يعني كل الاعلاميين المحترمين اللي كلموني ورفضوا هذه القاذورات والبذاءات والبخابرت اللي ضارت في اليوم السابع من امبارح. وكمل الاعداد شغاله يا دكتور، كل ما بيغلط الاعداد شغال، بلاغات وقف البتاع اليوم السابع وهنقولك عشان ترجع تاني شحات. وممدوح اسماعيل مش هيقدر ينفعك لان ممدوح اسماعيل ده جبان حقير هربان ولا يقدر يخش مصر هنا تاني. نعم بشكرك يا سيادة المستشار.